القرآن واحد أيها الأحبة، لا خلاف. السنة والشيعة كلهم يريدون اتباع القرآن. أين المشكلة؟ المشكلة في فهم القرآن. أنتم تفهمون، هذه مشكلتكم، تفهمون القرآن بصورة خاطئة. القرآن لا خلاف في صحته، لا خلاف في ثبوته، كتاب ربنا، منهجنا، دستورنا، ولكن الناس تختلف في فهمه. هذا الفهم السقيم اللي دخلوا فيه فقالوا التوسل حرام وبدعة. ليش؟ لأنهم فهموا القرآن خطأ. أثبتوا لله يدا وأثبتوا لله عينا وأثبتوا. ليش؟ لأنهم أخطأوا في فهم القرآن. وهكذا كل الاعتقادات الخاطئة والمواقف الخاطئة سببها شنو؟ سببها عدم وجود القرآن؟ لا، سببها الفهم السيء للقرآن. حتى قضية الدفاع عن الصحابة، الله يقول في القرآن: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني فيهم خبيث وفيهم طيب. المؤمن يكون خبيث المؤمن الحقيقي؟ لا. إذن ما المراد من الإيمان هنا؟ المراد من عند الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. المؤمن الحقيقي يثاقل؟ لا. ولكن هنالك قوم ما دخل الإيمان إلى قلوبهم. هل هذه معضلة عليكم؟